السؤال ده انا مين معايا في الكنترول؟ حسام وسعيد اللي متابعيني. بص يا حسام، دلوقتي لو كان جاتوسو بعد ما وقع منه اللي وقع، كان اللي وقع منه ده اتسرق منه، ايه بقى اللي كان هيبقى ايه الموقف؟ ايه حكم الفيفا في حاجه زي كده؟ هيجيبوا له بقى بدل فائد. وهل هيبقى في وقت، يعني هيبقى في وقت ان هو يروح ويجيب بدل فائد ويجيب ورق، بس لازم يعمل محضر في الاسم. الايه؟ الشرطة هناك في ايطاليا ببصمة الصوت. وانا اللي كنت فاكر الشرطة ببصمة ابو تريكة. والله هو يمكن الشرطات كلها في ايطاليا ببصمة الصوت، بس الشرط بتاع جاتوسو تقريبا يا جماعة، الشرط بتاع جاتوسو كان الحاجة ام جاتوسو الله يمسيها بالخير كده، ما دككتش الاستك كويس في المايوت. فانا بوجه نداء للحاجة ام جاتوسو، احنا كمصريين روحنا حلوة عادي بنتقبل الدعابة، بس البرازيل مش هيسكتوا. لو جاتوسو وقع منه اللي وقع منه تاني وانت مش مدككه الاستك كويس، ده هيبقى موقف مش كويس. عايز تحيه جامده جدا لصبري، لانه قد جاء صبري. وبعدين احنا اللعيبه عندنا بيلبسوا، بيبقى فيه كذا شورت. ايه يا احمد؟ قول لي عايز ايه؟ حمدي ايه؟ قول لي. لا ايه؟ سبحان الله، مع اني يعني لا ما اتكلمتش كلمتين على بعض. المهم انا عايز اشكر صبري، لا بجد عايز اشكر صبري لانه كان من صبري مصري. انما اللي في الكنترول عندنا دول عملاء، زي اللي طلع معايا الاخ الاستاذ الباشمهندس اللي طلع معايا من كام يوم وقال لي والله يا استاذ تامر انا عايز اقول لك على حاجه. قلت له اتفضل يا بيه. قال لي انت شايفك كان بعد ماتش البرازيل وقبل ماتش الله يمسيهم بالخير الطلاينه. قال لي انا عايز اعرف انت عامل دوشه ليه وهليله ليه؟ ابا ما اتغلبنا واللي حصل حصل. فانا عايز اقول له يا محمد او يا احمد، وانا متاكد ان اسمه مش محمد ولا احمد زي ما هو قال لي، وده هو متنكر. انا متاكد ان هو برازيلي وليه اصول برازيليه وواخد الجنسيه البرازيليه المصريه مشتركه. وبقول له التايمر خلص، بقول له التايمر خلص، ده مش كويس. انا بفهمكم يا جماعه، من اجل غد افضل، ومن اجل غد الحد، ومن اجل الديمقراطيه، من اجل قتال الاخر، وعشان الراجل الحلو اللي قاعد ده، وعشان كل المشاهدين المصريين. تحيه جامده جدا للمصريين، وتحيه جامده جدا لمصر، وتحيه مصر يا عم الحاج. وعايز اقول للعيبه شرفتونا، وحياه ربنا شرفتونا، وحسستوا الواحد ان في حاجه مختلفه. عايز اقول لكم صح. صبري فكرني، جالي سؤال برضو من احد المشاهدين اللي قاعد هنا ورا الكاميرا، بيقول لي يا استاذ تامر انا عايزك توصف لي صبري. احد المشاهدين صبري ما بين قوسين احد مشاهدين. وام مشاهدين طبعا كلنا عارفينها، واحده ست عندها 2 ولاد ماتوا في الحرب يا عيني شهداء، فبقت هي مشاهدين. دي مش قضيه. انا دلوقتي عايز اسال سؤال. هو بيقول لي، قال لي ايه رايك في الحكام بتوع الماتشين؟
وعايز وصف تفصيلي ودقيق للحكام. بصراحة شديدة وبدون أي تواطؤ، وأنا وجهة نظري وجهة نظر مشاهد وليس ناقد سينمائي. صح؟ صح، أهو الراجل ده فاهم وأنتوا فاهمين طبعا. الحكم الأولاني اللي هو اللي بيلعب حديد ده، ها؟ الحكم ده كويس. شهادة لله. الحكم ده كويس، وهو حسب كورنر في الأول، بس بعد كده حسبها ضربة جزاء لما سأل حكم الخط، لأن حكم الخط كان عنده خط طلع له في التيشيرت فكان مضايقه جامد. هو سأل الحكم الرابع في التليفون. أنا عايز أسأل سؤال، هل كان معاه رقم تليفون الحكم الرابع ولا دي مكالمة خارجية جات له من بره؟ جات له على 0900. ها؟ نستكمل حديثنا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. معانا تليفون. ألو؟